رامي إمام ابن الممثل العظيم عادل إمام. فكرة إن أبوك مشهور دي لوحدها بتخلي حياتك غير البشر كلها، ما بالك بقى لو عادل إمام يعني الزعيم واللي ناس كتير حطاه في خانة أفضل ممثل في تاريخ مصر. فده يخلي عليك ضغط كبير من وأنت صغير، من نظرات الناس ليك واهتمامهم مبالغ عليه. وللمفاجأة رامي أصلا ما كانش عايز يبقى مخرج، بل كان عايز يطلع مهندس لخاله. ولكن هو في الجامعة الأمريكية دخل المسرح، فخالد سرحان وفرقة معاه قالوا له ممكن تخرج لنا، وفعلا أخرج أول عمل درامي ليه، واللي كان بيعمل له كاستنج. ومن كتر اهتمامه بالكاستنج بتاع المسلسل ده اتأخر على قراية الفاتحة بتاعته، واللي كان بيعمل كاستنج لاكتر من جامعه عشان يخش المسرحيه بتاعته، والمسرحيه بعنوان جزيره القرى. هي الفكرة بتدور حوالين دكتور شاب في مستشفى، بيضطر تحت ضغط الظروف اللي حواليه ان هو يهاجر او يسافر بره. للاسف طياره بيقع على جزيره كل الناس اللي فيها قرى. ومعنى قرى مش يعني هو كشكل الناس بدون شعر، لكن لكن كرمز. هي اكيد بتحمل رمز معين. هي فعلا بتحمل رمز، هي يعني فقدان الشعر يعني فقدان الاحاسيس. مم. فهي مسرحيه بلا رمزيه. مبالاه. والاستاذ عادل امام راح بنفسه اتفرج على المسرحيه وعجبته جدا، وبدا يعزم صحابه عليه. ومن هنا عرض عليه انه يخرج له مسرحيته بودي جارد، وده يعتبر اول عمل محترف يخرجه رامي. ده غير انه اصلا مثل قبل كده في فيلم النوم في العسل، مع انه ما بيحبش يتكلم عن التجربه دي. بحترم ذكائه جدا في الموضوع ده، لانه من هنا عارف ان التمثيل مش سكته. وبعد تجربه بودي جارد اشتغل مساعد مخرج في فيلم الواد محروس بتاع الوزن، واشتغل في الموسيقى التصويريه بتاعت فيلم اللي هو امريكا لحد اللحظه الاكبر، وهو فيلم امير الظلام.